تقدم. هذا هو الغباش صاحب القميص رقم 5. تغيير اتجاه اللعب الى برهان. يا سلام، كنترول جميل في محاولة للتقدم باتجاه الامام وعكس الكرة الى الاومري. تسديدة من الغباش ولا احلى. محمد غباش، يا سلام على الطاير يا حبيبي، وكرة قوية بالقدم اليمنى. تصدي رائع لأمجد السيد، حارس المرمى أمجد السيد، يلقبونه بالأخطبوط. أمجد السيد حارس مرمى فريق المجد يتألق بالكرة الماضية وبطريقة رائعة. نتحدث عن اللاعب الذي يسدد بطريقة جميلة، ورياكشن وريادة الفعل رائعة كانت لأمجد السيد. هي الركنية الثانية الآن تنفذ داخل منطقة الجزاء من أعلى نقطة يرتقي لها حارس المرمى أمجد السيد. هذا هو أمجد السيد الذي يدافع عن ألوان الفريق في هذه المباراة ويرسل رسائل الثقة لزملائه في هذه المباراة. والكرة القوية باتجاه الأمام، كنترول كان خاطئ من المبيض. كرة في وسط الملعب، التقدم للفارس، مهاري فنان، يتقدم، محاولة تسديدة خطيرة على مرحلتين. من جديد أمجد السيد يتألق إذا هنا من خلال هذه الكرة. يا سلام على حارس مرمى يستطيع أن يدافع عن ألوان الفريق بكل ثقة. في أول كرة كانت عن طريق الغباش، والكرة الثانية كانت عن طريق محمد فارس. هنا الكرة باتجاه الأمام تعود من هادي المصري بكل بالنسبة للبرتقالي من خلال طبعا الدقائق الماضية لإيجاد الحلول والثغرات بالنسبة للدفاع الأزرق. هنا كرة قوية كانت بالفعل لنصوح، ولكن يلتقطها وبطريقة استعراضية أمجد السيد أمام نصوح نقدلي بطريقة جميلة. هذا الحارس، نتحدث عن إمكانيات طيبة لأمجد السيد. بالمقابل لدينا حارس مرمى دولي هو إبراهيم عالمة بصفوف البرتقالي، طبعا اللاعب الدولي بصفوف منتخبنا الوطني أيضا إبراهيم عالمة. رباعي خط الدفاع بالنسبة للوحدة هادي المصري، علي دياب القطايا وبرهان. نشاهد أكثر تقدم لبرهان في ظل الثبات نوعا ما للقطايا، لا نشاهده يتقدم كثيرا عن طريق الجهة اليسرى القطايا، بينما برهان يتحرك أكثر. برهان بالكرات الطويلة هنا إلى أسامة أومري. أسامة يحاول، أسامة يجد الحلول دائما، ينتظر اللاعب المتقدم لبرهان، ولكن كانت كرة قوية وقوية جدا على أساس أن يتقدم لها نصوح نقدلي، ولكن كان هناك احتكاك أيضا ما بين طبعا اللاعب المراقب لنصوح ناطق يوسف مع نصوح، وسلامات لنصوح نقدلي من خلال الكرة الماضية حتى الآن. إذن التعادل السلبي مشاهدينا الكرام، خليفة وبشار قدور باتجاه رامي العامر. ربما استغلال واحدة من الكرات الثابتة. هنا الكرة خطيرة مبعدة من أمجد السيد. الكرة العرضية كانت جميلة عن طريق الجهة اليسرى بالنسبة لصالح فريق الوحدة. وبالمقابل نتحدث عن إذن إمكانيات العودة بالنسبة للبرتقالي هجوميا. نتحدث عن الأسماء التي يستطيع من خلالها أن يسجل أيضا فريق الوحدة. بالمراقبة لفريق الوحدة في الدوري عزيزي المشاهد، نتحدث عن الكل يسجل للأمانة، سواء كان رجا رافع، نصوح نقدلي. يحاول يبحث عن لاعب المتقدم، يبحث عن رأسية رجا رافع. الكرة هنا، الكرة والمحاولة، تسديدة كانت من ماجد الحاج، والتصدي في هذه المباراة أمجد السيد. هذا هو أمجد السيد، يضع الكرة قوية باتجاه الأمام إلى لؤي خليفة، يحاول ولكن طويل قامة هادي المصري. مازن العيس في وسط الملعب، تغيير، يحاول يبحث عن الزميل والتمرير في وسط الملعب، الضغط عليه من المبيض، تعود مجددا لبرهان. برهان والكرة القوية لرجا رافع، التقدم لأمجد السيد. أمجد السيد يا سلام، يتحول إلى آخر لاعب، إلى ليبرو بمهارة. هنا المكسور يتقدم، تمرير إلى القدور، خطيرة، تمرير إلى طه، إلى رامي العامر، ولكن الهجمات المرتدة لفريق الوحدة. أتحدث حتى 5 دقائق قادمة. الآن الوحدة يريد أن يسجل هدف ثاني لكي ينهي الأمور. كرة، محاولة، تسديدة جميلة من برهان، كرة جميلة كانت بالفعل، وأيضا تحرك رائع كان من أمجد السيد، من أفضل اللاعبين
للأمانة بالنسبة لفريق المجد من خلال هذه المباراة. الركنية الآن لصالح فريق الوحدة هي السابعة، يتفاءلون بالرقم 7 في الدقيقة السابعة بالشوط الثاني صاحب القميص رقم 7. هل تكون الركنية السابعة مثلا لغة الانتصار، تعزيز النتيجة في هذه المباراة لصالح البرتقالي؟ دعونا نراقب نشاهد. كرة محاولة، يا سلام، اخطبوط نادي المجد أمجد السيد يبعد هذه الكرة، تعود مجددا البحث عن كرة العرضية، محاولة رأسية كانت من تقدم علي دياب، وبالتالي مجددا تتحول هذه الكرة لصالح فريق يا سلام على هذه. شوف المدافع كيف أعاد الكرة بشكل قطري لحارس المرمى لكي يتحرك ويبعد المهاجم المتقدم بكل أناقة. هنا الكرة من أمجد السيد، وكأنه لاعب مدافع وكأنه الليبرو في وسط الملعب. العودة